مش موافقة يا بابا اني اتجوزه. يا حبيبتي فهميني، انا عمري ما تخيلت اني اجبرك على الجواز، لكن احمد بيه انا مديون له بوصلات امانة تحبسني، وهو عاوز يجوز ابنه عشان يفرح بيه، ومحدش راضي يتجوزه عشان اعاقته، فهددني اني اجوزك لعمر ابنه يا اما هيسجني. وانا ذنبي ايه يا بابا؟ انا كان نفسي اتجوز انسان طبيعي ما كنش مجبرة عليه. حقك يا بنتي، ولو مش عاوزة توافقي ارفضي، وانا هتحبس واستحمل لحد ما اموت في السجن. لا يا بابا، وانا برضو ما يهونش عليا انك تتحبس. خلاص موافقة، وربنا يصبرني على ما ابتلاني. مجدي بفرحة. على فكرة يا بنتي، عمر شاب كويس واخلاقه عالية ومحترم ومتدين، يكشي بس الحادثة اللي حصلت له هي اللي عجزته، لكنه كان شاب كله نشاط. والله انا برضو مطمن انك هتتجوزي واحد ابن ناس ومحترم، وممكن تحبيه من معاملته الطيبة. حبه؟ ما يتهيأليش يا بابا، انا عمري ما احب حاجة اتغصبت عليها ابدا. ما عند عمر، اعمل حسابك يا عمر، فرحك الاسبوع الجاي على بنت مجدي اللي كان شغال عندنا في المصنع. انت ازاي تتفق على جوازي من غير ما تقولي يا بابا؟ يا ابني انا عايزه اطمن عليك، انا مش هعيش لك العمر كله. وازاي العروسه دي قبلت تتجوز واحد معاق مشلول يا بابا؟ ما تقولش على نفسك كده يا عمر، مش هي دي الحقيقه يا بابا. انت ان شاء الله هتخف وترجع تمشي على رجليك تاني، الدكتور طمني، ان شاء الله هتعمل عمليه وترجع تمشي على رجليك تاني يا ابني. اكيد طبعا انت هتجوزني انسانه ماديه وافقت تتجوز راجل عاجز عشان الفلوس. انت بتشتري زوجة لابنك يا بابا. يا ابني ارحمني بقى، انا عاوز واحدة تونسك وتاخد بالها منك. اعمل حسابك فرحك الاسبوع الجاي، والكلام انتهى على كده. بعد اسبوع، وتحديدا في يوم الفرح، روجينا رفضت تروح لميك اب ارتست عشان تجهز كعروسة. ما كانش فارق معاها شكلها، يا دوبك لبست الفستان الابيض والطرحة وركبت العربية مع باباها وراحوا على بيت عمر. احمد كان عازم القرايب المقربين جدا، وكان المأذون موجود، وعمر كان قاعد جنب المأذون على الكرسي المتحرك بتاعه. دخلت روجينا هي وباباها فيلا عمر، وكان باين عليها الحزن جدا، وطبعا عمر اخد باله من الحزن اللي على وشها. احمد قام رحب بمجدي وروجينا، وعمر كان باين عليه انه متضايق جدا. روجينا بصت له، لقيته شاب وسيم جدا وباين عليه انه مؤدب ومحترم، لكنها لاحظت انه متضايق، فقالت لنفسها هو انت كمان اللي متضايق؟ امال انا اعمل ايه اللي مغصوبة على جوازي منك؟ المأذون بدأ في كتب الكتاب وسأل العروسة، يا روجينا موافقة يا بنتي انك تتجوزي عمر؟ روجينا سكتت وعيونها كانت كلها دموع. عمر كان باصص لها ومستني ردها، والكل كانوا مستنيين ردها، وروجينا ساكتة، خايفة تقول فتتدبس في الجوازة، وخايفة تقول لا باباها يدخل السجن. مجدي اتكلم وقطع الصمت وقال، السكوت علامة الرضا يا مولانا، انا بس بنتي بتتكسف. ما ينفعش يا استاذ مجدي، لازم تقولها صريحة انها موافقة. مجدي بص لروجينا بيترجاها بعينه انها توافق. احمد قال، ممكن اقعد مع العروسة شوية يا جماعة؟ قامت روجينا ودخلت اوضة المكتب مع احمد، وعمر مشي وراهم ووقف على الباب يسمع كلامهم. ايه يا بنتي، انتي فعلا مكسوفة زي ما ابوكي ما بيقول؟ لا، انا مش موافقة اتجوز عمر يا عمي، انا مغصوبة على الجوازة دي، ولولا خوفي ان حضرتك تسجن بابا انا ما كنتش جيت هنا اصلا. عمر اتصدم لما سمع كلام روجينا، وعرف ان روجينا مغصوبة على الجواز خوفا على باباها، وقال لنفسه يعني روجينا مش مادية وهتتجوزني مقابل الفلوس، دي خايفة على باباها. زمان بابا هدده انه يحبسه بالوصولات اللي عنده. بص يا بنتي، انا مش الراجل الشرير اللي في القصة دي، انا اب بيحب ابنه، واخترت لابني زوجة تعيش معاه تخلي بالها منه وتكون سند ليه. واشمعنى انا؟ لانك شبه ابني، انا عارفك يا بنتي كويس، بنت اصول، وعمر ابني طيب ومحتاج واحدة زيك في اخلاقك. روجينا سكتت ما عرفتش تقول ايه، واحمد كمل كلامه، عشان خاطري يا بنتي اقبلي انك تتجوزي عمر، وانا هعملك كل اللي نفسك فيه. خلاص يا عمو احمد، انا هوافق، ومش محتاجة حاجة غير المعاملة الطيبة. عمر فرح لما لقى روجينا وافقت، هو كان عاوز زوجة، كان محتاج لونيس في حياته، لكنه كان خايف يتجوز واحدة مادية هتبيع نفسها عشان الفلوس. لكن في حالة روجينا فالأمر مختلف، هي وافقت عليه دلوقتي مضطرة، لكنه متأكد
إنها هتحبه بالمعاملة الطيبة. رجع عمر عند المأذون والمعازيم، وبعد شوية رجع أحمد وروجينا. المأذون قال لروجينا: ها يا بنتي، ما قلتيش موافقة ولا لأ؟ روجينا بصت لعمر وقالت: موافقة، موافقة اتجوز عمر. مجدي وأحمد فرحوا جدا، واتكتب الكتاب وكل واحد روح على بيته. روجينا دخلت الأوضة وعمر وراها على كرسي. منورة بيتك يا عروسة. شكرا، دي اوضتك اللي هتنامي فيها، وانا هنام في الاوضه اللي جنبك، لو احتجتي حاجه قوليلي بعد اذنك. وسابها عمر وراح على اوضته. روجينا وقفت في وسط اوضتها محتاره، مش عارفه حياتها اللي جايه هتبقى عامله ازاي. غيرت هدومها ونامت من كتر التعب والتفكير. تاني يوم الصبح صحيت روجينا مخضوضه، كانت حاسه انها بتحلم لكنها لقت نفسها في الحقيقه. ايه يا روجينا، كنتي بتتمني انه يكون حلم وصحيتي منه؟ لا، ده كابوس وانت عايشة فيه. اعمل ايه بس يا ربي؟ اتصرف ازاي؟ فجأة لقيت نفسي عايشة مع راجل غريب عني والمفروض اني اهتم بيه. يا نهار ابيض، انا ازاي نمت وسبته في اوضته لوحده؟ المساعد بتاعه مشي لان انا معاه. طيب هو غير هدومه ازاي ونام ازاي؟ ده عمو احمد موصيني. قامت روجينا وجريت على اوضه عمر، لقيته قاعد على الكرسي زي ما هو بهدومه، وطبعا نام وهو قاعد على الكرسي. روجينا قلبها وجعها قوي اول ما شافته نايم وهو قاعد على الكرسي. عمر، اصحى يا عمر. صحي عمر على صوتها، بصلها لقى شعرها طويل وجميل، وكانت جميلة جدا. اعجب بيها عمر جدا. انا اسفة والله، انا امبارح كنت. ولا يهمك، عادي، انا عارف انك مرتبكة ومكسوفة، ويعني الموضوع جديد عليكي، وبعدين انتي مش ملزمة تعملي لي حاجة، ما تتضايقيش. ازاي بقى؟ انا كنت انانية قوي، بس والله ما اخدتش بالي، حقك عليا. يا ستي ولا يهمك، فكيها بقى، انا مش زعلان والله. طيب اعمل ايه عشان اساعدك؟ هستأذنك تجيبي لي البيجامة بتاعتي من الدولاب بس. جابت له روجينا البيجامة وساعدته انه يلبسها. اشكرك، ممكن بس تقربي الكرسي من السرير وتساعديني اطلع السرير؟ وفعلا روجينا ساعدته انه يطلع على السرير. اشكرك مرة تانية، تعبتك معايا. انا بس المساعد بتاعي مش هينفع يبقى موجود في البيت وانتي موجودة، انا مش هقبل ان راجل غريب يكون موجود في وجود مراتي، فمعلش هعتمد عليكي في حاجات بسيطة جوه البيت، وهو هيساعدني لو خرجنا ولا حاجة. طبعا مفهوم، هو ده الصح، وانا كمان مش هبقى واخدة راحتي. تقدري يا روجينا تتفضلي على اوضتك، ولو ممكن رقم موبايلك عشان لو احتجت حاجة اتصل عليكي. كتبت له روجينا رقمها على موبايله وخرجت راحت اوضتها. روجينا بدأت تكلم نفسها: ياه يا روجينا، ده انت عليكي مسؤولية كبيرة قوي، لازم تفوقي كده وتعملي الواجب اللي عليكي. اما عند عمر فعمر بيقول لنفسه: وبعدين يا عمر، هتفضل حمل تقيل كده على اللي حواليك؟ انا بقيت بسبب ازعاج لكل اللي حواليا، يا رب اشفيني يا رب. نام عمر وهو بيتمنى ان ربنا يشفيه ويرجع يمشي على رجليه تاني. بعد العصر رن الجرس، فتحت روجينا لقت احمد ومجدي جايين يطمنوا عليهم. ما شاء الله ما شاء الله، عروسة ابني زي القمر. شكرا يا عمو. عاملة ايه يا حبيبة بابا؟ الحمد لله يا بابا، انا بخير. امال عمر فين يا بنتي؟ نايم يا عمو، لحظة واحدة هدخل اصحيه. دخلت روجينا اوضة عمر وكان نايم، وقفت جنبه تبصله باعجاب. كان شاب وسيم. اتنهدت وقالت: لو ما كانش عنده اعاقة. ياه، الحلو ما يكملش. صحي عمر على صوتها وقال: صباح الخير. صباح النور، عمو احمد وبابا بره. طيب ممكن تساعديني انزل من السرير بس؟ طبعا. وقربت روجينا الكرسي المتحرك من السرير وساعدت عمر يقعد عليه. خرج عمر سلم على باباه ومجدي وقعدوا مع بعض. ها يا عمر يا ابني، قولي يا روجينا بنتي عاملة معاك ايه؟ عمر بص لروجينا وقال: والله يا عمي انت هديتني هدية، ربنا يبارك لي فيها ويخليها لي. روجينا اتكسفت وبصت في الارض، ومجدي واحمد فرحوا جدا بكلام عمر. مشي مجدي واحمد وهما مطمنين، وسابوا عمر وروجينا قاعدين مع بعض. على فكرة، شكرا على الكلام اللي قلته عليا قدام بابا وعمي. على فكرة،
انا ما قلتش غير الحقيقة. بص يا روجينا، انا عارف انك مغصوبة على الجواز مني. عمر، انا اسمعيني للاخر وما تقاطعنيش لو سمحتي. انا شفت الدموع في عينيك امبارح، وكمان سمعتك وانتي بتكلمي بابا لما دخلتوا المكتب، وعرفت ان بابا هدد باباكي انه هيسجنه لو ما وافقتيش تتجوزيني، وانك برضو وافقتي انك تتجوزيني اكراما لخاطر والدي لما قالك عشان خاطري يا بنتي. انا كمان ما كنتش موافق عليكي. بصيت له روجينا باستغراب. كمل كلامه وقال: ايوه ما كنتش موافق عليكي لحد ما سمعت كلامك مع بابا. انا كنت فاكرك طماعة بعتي نفسك بالفلوس، لكني احترمتك جدا وتمنيت انك توافقي عليا لاني كنت محتاج زوجة في حياتي، بس طبعا ما يكونش والدي شاريها. يعني ما يكونش والدك شاريها بس يكون والدك مهددها هو وباباها؟ يعني ده كويس بالنسبة لك؟ بص يا روجينا، انا متأكد ان بابا عمره ما كان هيحبس باباكي حتى لو موافقتيش تتجوزيني، وبرضه متأكد يا روجينا ان انا محتاج لك في حياتي. لكن بالرغم من كده انت معاكي حرية الاختيار. لو مش عايزة تكملي انا هجيب لك وصولات الامانة وتبقي حرة وكأن الجوازة دي ما حصلتش. روجينا اتفاجئت بكلام عمر. قدامها فرصة ترجع لحياتها تاني وباباها ما يدخلش السجن. ما هو انا لو رجعت بيت بابا دلوقتي سمعتي وسمعة بابا يعني. مفهوم، مفيش مشكلة. بكرة الوصولات هتكون معاكي، اما حياتنا مع بعض اعتبريها مؤقتة للوقت اللي انت تحدديه، ومن هنا للوقت ده احنا زي الاخوات. بعد اذنك انا داخل اوضتي، قالها عمر وهو متضايق. يا عمر، انت ما اكلتش حاجة من امبارح. ماليش نفس. كلي انتي بالهنا والشفا. ما هو انت لو ما اكلتش انا مش هاكل، وانا كمان ما اكلتش حاجة من امبارح. طيب جهزي الاكل وهاكل معاكي. دخلت روجينا المطبخ، جهزت الاكل وندهت على عمر: يا عمر يلا عشان الاكل جاهز على السفرة. راح عمر واكل هو وروجينا. بعد الاكل انا داخل اوضتي اتوضى واصلي. دخل عمر اوضته، اتوضى وصلى ودعا ربنا ان روجينا ما تبعدش عنه. اما روجينا فدخلت هي كمان اتوضت وصلت، بس حمدت ربنا انها هتخلص من عمر. دخلت روجينا اوضة عمر وقالت له: تقبل الله يا عمر منا ومنك. ممكن يا عمر لو سمحت نقعد مع بعض نتفرج على التلفزيون، نلعب اي لعبة، يعني نتسلى. انا مش بحب الاكتئاب. حتى يا اخي في الفترة اللي هقعدها معاك اكون سايبالك ذكرى حلوة تفتكرني بيها. عمر بصلها بحزن: لا، انا افضل اقعد لوحدي. بعد اذنك سيبيني لوحدي. خرجت روجينا وعمر كان حزين جدا. هو وعدها انه هيطلقها وقت ما تطلب، وواضح جدا انها متحمسة لليوم ده. عمر كلم احمد وطلب منه وصولات الامانة اللي على مجدي. يا ابني اصبر شوية، انا ناوي اديها لهم، بس لما البنت تتعود عليك وتحبك. انا متأكد انها هتحبك. لو سمحت يا بابا انا عاوز الوصولات بكرة. انا ما عنديش استعداد انها تحبني وهي مجبرة. اللي تشوفه يا ابني زي ما تحب. هبعت لك الوصولات بكرة. وفعلا تاني يوم احمد بعت الوصولات في ظرف مع محسن المساعد بتاع عمر. اخد عمر الوصولات وحطها في درج المكتب لانه قرر يماطل شوية مع روجينا ويقربها منه ويخليها تحبه، وبعد كده يديها الوصولات وهي تبقى حرة في قرارها. كده احسن. انا كده اضمن الوصولات معايا عشان بابا ما يأذيهمش لو اتطلقت مني، مع اني عارف ان بابا عمره ما هيأذي حد، بس الاحتياط واجب. هو ممكن يتوجع عليا ولا حاجة. دخلت عليه روجينا وقالت له: هو عمو بعتلك الوصولات مع المساعد بتاعك يا عمر؟ تقصدي الظرف اللي اداهولي؟ لا، دي اوراق من الشركة عشان امضي عليها. بابا مرضيش يديني الوصولات دلوقتي، بس ما تقلقيش انا بحاول معاه. بس كده مش هينفع ننفصل الا لو الوصولات معايا يا عمر. خلاص يا روجينا قلتلك ما تقلقيش، انا عندي وعد ليكي، يوم ما تقرري تطلقي هتلاقي الوصولات في ايدك. انا اسفة يا عمر، انا عارفة اني بضغط عليك بس اعذرني غصب عني. لا عادي مفيش حاجة. على فكرة انا جعان، ممكن تحضري لي حاجة اكلها؟ حاضر، ثواني والاكل هيكون جاهز. وخرجت روجينا وسابت عمر في حيرته. هيتعامل معاها ازاي؟ ويا ترى هتحبه وهو عاجز كده ولا لا؟ وبعد شوية جت روجينا وقالت له: الاكل جاهز يا عمر. خرج عمر واكل وعجبه الاكل جدا. تسلم ايدك،
شكلك شاطرة في عمايل الأكل ونفسك حلو. أنا متحملة مسؤولية بيت بابا من وأنا صغيرة. ماما ماتت وسابتني طفلة مع بابا، وكان لازم أتحمل المسؤولية غصب عني. الله يرحمها. أنا كمان أمي ماتت من 5 سنين قبل ما أعمل الحادثة. هو أنت عملت الحادثة إزاي؟ كنت في طريقي للمطار مسافر، وكنت مستعجل عشان ألحق الطيارة، وسايق العربية على سرعة عالية، فالعربية اتقلبت بيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. عمر، أقولك على ذكر تقوله، بس وانت عندك يقين ان ربنا هيشفيك، وان شاء الله ربنا هيشفيك. قولي يا ستي، دايما ردد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بنية الشفا، وهتخف وهتبقى كويس جدا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله هقولها على طول، بس أنا في دماغي نية تانية. نية تانية؟ هو في حاجة أهم من إنك ترجع تمشي تاني؟ بالنسبة لي في حاجة أهم. إيه هي طيب؟ هبقى أقولك بعدين. خلاص يا سيدي، قولها بالنيتين وربنا قادر يشفيك ويحقق لك اللي بتتمناه، ونعم بالله. انت تعرفي ان الدكتور قايل لي ان المفروض اعمل عملية، بس انا ما كنتش راضي. ليه يا عمر؟ اصل انا عملت 4 عمليات من ساعة الحادثة وتعبت، وما كانش عندي امل الصراحة. لا يا عمر، اوعى تفقد الامل ابدا، وبعدين خلي عندك حسن ظن في الله. ربنا بيقول انا عند حسن ظن عبدي بي، ونعم بالله. الصراحة انت اديتيني طاقة ايجابية قوية جدا. اي خدمة يا سيدي. عايز طاقة ايجابية؟ تعالى لي بس. طب ما تيجي نقعد نلعب اي حاجة نتسلى. ما قلتلك كده امبارح، قلت اطلعوا من اوضتي، عايز اقعد لوحدي. طيب يا ستي، احنا ولاد النهاردة. هنلعب ايه بقى؟ ممكن نلعب بلاي ستيشن او شطرنج او كوتشينة. تمام، كل الالعاب دي مش موجودة دلوقتي، بس في خلال نص ساعة هبعت محسن يجيبها ويجي. وفعلا عمر جاب بلاي ستيشن وشطرنج وكوتشينة. يا ستي، تحبي تبدأي بايه؟ نلعب شطرنج. انا مش بعرف العبه، بس ممكن تعلميني. خلاص، انا هعلمك الشطرنج وانت تعلمني البلاي ستيشن، اصل الصراحة انا مش بعرف العبه. تمام، اتفقنا. رن تليفون روجينا وردت عليه، كان مجدي بيطمن عليها. انا كويسة يا بابا الحمد لله. عمر كويس الحمد لله، قاعد جنبي اهو، خد كلمه. ازيك يا عمي، عامل ايه؟ احنا كويسين الحمد لله، في احسن حال. تمام، هنستناك تنورنا. مع السلامة. وقفل عمر وقال لروجينا تليفونك زراير مش تاتش. ما هو يعني. مالك يا بنتي، اتحركتي ليه كده؟ عادي يعني، وبعدين ده عجبني جدا، بقالي كتير ما شفتش تليفون زراير. اتفضلوا طيب، ما يغلاش عليك. خرج عمر بعد شوية، لقى روجينا رصت الشطرنج وقاعدة مستنياه. يلا طيب، جهزي الشطرنج عشان انا متحمس تعلميني. هدخل اوضتي بس ثواني وراجعلك. قعدوا يلعبوا وروجينا علمته الشطرنج وهو تعلمه بسرعة. كش ملك. يا عمر، انت بتخم، ده انا لسه معلماك، ماليش دعوة. بخم؟ هو الشطرنج فيه بخم برضو؟ انت ما شاء الله تبارك الله ذكي جدا، اتعلمت بسرعة وغلبتني كمان. رن جرس الباب وروجينا كانت هتروح تفتح. عمر قال لها خليكي، انا اللي هروح افتح. وفتح الباب، اخد من شخص حاجة ودخل. مين يا عمر؟ ده محسن، بعته يجيب لي حاجة. طيب انا هروح اعمل الغدا ونكمل لعب بعد الغدا. لا، خليكي قاعدة معايا، انا طلبت بيتزا وزمانها جاية. الله، بيتزا انا بحبها قوي. وعمر فرح لفرحتها. عمر، ممكن تطلب لي حاجة من السوبر ماركت؟ ايوه طبعا ممكن، انتي تأمري وانا انفذ. عايزة ايس كريم فرايداي، منتج مصري بس جميل قوي. انا بحب كل انواعه يا عمر، بس ممكن تخليه يجيب لنا ايس كريم زبادي بالتوت. ده انتي مقاطعة بقى. طبعا مقاطعة، هو انت مش مقاطع ولا ايه؟ لا مقاطع طبعا، بس فرحتي لما لقيتك مهتمة بالقضية ومقاطعة. ايوه، دي اقل حاجة نعملها مع اخواتنا، مع الدعاء ليهم بالنصر والثبات. ربنا ينصرهم يا رب. واتصل عمر على السوبر ماركت. لو سمحت، عايز كل انواع ايس كريم فرايداي، من كل حاجة 2، وعايز نوع شوكولاتة حلو بس ما يكونش مقاطعة. هاتلي تشكيلة شوكولاتات بس ما تكونش مقاطعة. شكرا يا عمر بجد. العفو يا حبيبتي، على ايه؟ كلها حاجات بسيطة. انتي طيبة قوي يا روجينا، اقل حاجة بتفرحك. انت اللي طيب قوي يا عمر،
وتستاهل كل خير. طب تعالي اقعدي جنبي عشان عاوزة اقولك حاجة. قعدت روجينا جنبه وهو اداها علبة فيها موبايل احدث نوع. ايه ده؟ ده عشاني؟ ايوه عشانك. هو في حد معايا غيرك هنا يا بنتي؟ شكرا يا عمر، بس انا مش هقدر اقبله. ليه بقى؟ عمر، احنا متفقين اننا هنقعد فترة يعني وننفصل، وانتي مش عايزة تاخدي الموبايل ليه؟ ده هدية. لا، ما هو انا ما خصكش في حاجة عشان اقبل الهدية دي. انتي مراتي، ولا انتي ناسية ولا ايه؟ على الاقل مؤقتا، وطول ما انتي مراتي وعلى ذمتي يبقى كل طلباتك عليا، ولما تمشي يا ستي ابقي سيبيه. شكرا يا عمر، شكرا بجد. انت حققت لي في اليومين دول كل اللي كنت بتمناه. يا حبيبتي دي كلها حاجات بسيطة، ده انا قلت هتطلبي دهب ولا الماظ ولا عربية، وبعدين انت ما طلبتيش الموبايل. انا اللي حابب اهديكي. رن جرس الباب وكان الدليفري جايب البيتزا. اكلوا وبعدها اكلوا الايس كريم وكانوا فرحانين جدا، وقضوا مع بعض وقت حلو قوي كأنهم اطفال ولقوا بعض. عدى اسبوع وكانوا فرحانين مع بعض جدا، لكن روجينا كانت كل شوية تسأل عمر على وصولات الأمانة، وعمر بيأجل ويقول لها لسه بابا ما بعتهاش. في يوم روجينا كانت قاعدة على الموبايل بتتفرج على قناة عالم الروايات مع سناء، وكانت بتتفرج على رواية خطف قلبي، وكانت مندمجة جدا مع القصة وحاسة ان عمر في كتير من زياد. لقيت عمر بيقول لها روجينا مش عايزة تخرجي؟ يا ريت يا عمر، هو ينفع نخرج؟ ايوه طبعا ينفع، اجهزي ونخرج على طول. تمام هجهز، بس بعد ما اخلص القصة دي. عمر ضحك على طفولتها وقال خلاص خلصي القصة براحتك واجهزي. بعد شوية روجينا جهزت وكان عمر في اوضته بيجهز. ممكن اساعدك يا عمر واختار لك اللبس اللي هتخرج بيه؟ يا ريت. اختارت روجينا طقم شيك قوي لعمر يليق مع الفستان اللي لابساه. ذوقك حلو قوي، وتحس ان الطقم عامل ماتشنج مع الطقم بتاعك. انا بحب الازياء والموضة في نطاق الشرع وعاداتنا وتقاليدنا يعني. ما انا اخدت بالي من لبسك وعجبني جدا، وفرحت قوي لما لقيتك بالحجاب، كنت خايف لا تكوني بشعرك. روجينا فرحت جدا من كلام عمر، حست ان هما متفاهمين ومتشابهين في حاجات كتير. خرجوا وكان معاهم محسن مساعد عمر والسواق، وراحوا مطعم شيك قوي عني. تحبي تاكلي ايه يا قمر؟ اختار لي انت يا عمر. لا انا النهارده هاكل على ذوقك. فرحت روجينا جدا واختارت وجبتين على ذوقها. عمر قال للجرسون لو سمحت عايز وجبتين زيهم يكونوا دليفري ينزلوا معاهم. مشي الجرسون وروجينا قالت لمين الوجبتين دول يا عمر؟ لمحسن والسواق. مش معقول نبقى احنا قاعدين هنا بناكل وهم قاعدين بره مستنيينا. روجينا اعجبت جدا بعمر وقالت بجد يا عمر انت طيب قوي. اكلوا كانوا قاعدين مبسوطين جدا مع بعض، لكن كان في شخص قليل الذوق قاعد في الترابيزه اللي جنبهم. مشلول، واحد مشلول. انا مش عارف واحد مشلول يخرج ليه من بيته، ما تقعدوا في بيتكم وقرفتونا. عمر حس باحراج وقال لروجينا يلا نمشي يا روجينا. لا مش هنمشي، ده اصلا واحد قليل الذوق وما عندوش دم. وقالت للجرسون لو سمحت اندهلي مدير المكان. خلاص يا روجينا مفيش داعي. لا يا عمر اللي زي ده ما ينفعش نسكت له، هيتمادى ويضايق ناس غيرنا. بعد شويه جه المدير. اي خدمه يا فندم؟ ايوه حضرتك الاستاذ ده قاعد بيضايقنا وبيتنمر على جوزي. جوزك؟ وانتي اتجوزتيه ليه بقى؟ يعني ايه اللي يخلي واحده تتجوز واحد مشلول؟ روجينا كانت هترد لكن المدير اتدخل وقال يا امن تعالوا خرجوا الراجل ده بره وما يجيش المكان هنا تاني. وفعلا جه الامن اخدوا الراجل وطردوه بره المطعم. بشكر حضرتك جدا، بس انت كده خسرت زبون يا استاذ. الناس اللي زي دي خسارتهم مكسب. صح كلامك، وشكرا على ذوقك، نورتونا. بعد اذنكم. انا اسف يا روجينا اتسببتلك في موقف محرج. ما تقولش كده يا عمر، انت ذنبك ايه؟ انا اللي اسفه ليك لو كلام الراجل ده ضايقك. لا خلاص، بس لو عليا انا عايزه اشكره. تشكره على ايه؟ اشكره انه خلاكي تدافعي عني، وكمان خلاني سمعت منك كلمه اني جوزك. ما هو انت جوزي، ولا انا غلطت ولا ايه؟ غلطتي في ايه؟ ما انا جوزك فعلا، وانتي مراتي اللي بتمنى اعيش معاها عمري كله. روجينا سكتت وكانت مكسوفة من كلام عمر. مش يلا بينا نروح بقى، احسن بيتنا وحشني قوي. يلا يا عمر، وروحوا على البيت. بعد اسبوع
روجينا تعبت جامد جدا وكانت حرارتها عالية. يا خبر، ده انتي سخنة جدا. ادخلي ارتاحي وانا هطلب الدكتور حالا. مفيش داعي يا عمر، دول شوية برد صغيرين. وعمر بسرعة اتصل على محسن. محسن، بسرعة هاتلي دكتور. وجه الدكتور وكشف على روجينا. طمني يا دكتور، هي مالها؟ نازلة شعبية حادة، انا اديتها حقنة دلوقتي تنزل الحرارة، وكتبت لها العلاج ده ولازم تاخده في مواعيده، والاكل كله يكون مسلوق ملح خفيف. يعني هتبقى كويسة؟ ما تقلقش، ان شاء الله هتبقى كويسة، بس انت امشي على التعليمات. اشكرك جدا يا دكتور. وصل الدكتور يا محسن. دخل عمر على روجينا لقاها نايمة. نام وهو قاعد جنبها على الكرسي، وكان بيبعت محسن البيت عند باباه يجيب له الاكل المسلوق. عمر كان بياكلها ويديها الدواء في مواعيده، وروجينا كل ما تفوق تلاقي عمر قاعد جنبها على الكرسي. وبعد 3 ايام اخيرا فاقت روجينا خالص وقامت بالسلامة. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. عمر، انت تعبت معايا قوي، انا كنت كل ما فوق الاقيك نايم على الكرسي. تعبك راحة يا روجي، انا كنت هتجنن وتقومي بالسلامة. خفت عليا يا عمر؟ ياه، خفتي دي كلمة قليلة قوي. عارفة يا روجينا، انت خليتي لحياتي قيمة واديتي للبيت ده من روحك الحلوة، ولما تعبتي حسيت حياتي ملهاش قيمة والبيت بقى كئيب. ياه يا عمر، ربنا يخليك ليا يا رب. انا هقوم اعمل لك احلى اكل ونقعد مع بعض، وحشتني القعده معاك ولعب الشطرنج. لا، انتي لسه تعبانه، انا هطلب اكل من بره وبعدين نقعد نتفرج على التلفزيون عشان ما تعمليش مجهود. بجد شكرا يا عمر على اهتمامك ده. صحيح باباكي كان بيتصل وانا بقوله نايمه او في الحمام، مرضتش اقلقه عليكي. هتصل بيه دلوقتي. وقامت روجينا واتصلت على باباها وطمنته عليها واطمنت عليه. بعد اسبوع عمر دخل اوضه روجينا ومعاه ظرف. اتفضلي يا روجينا، دي وصولات الامانه كلها، وانتي دلوقتي حره في قرارك. روجينا مسكت وصولات الامانه بفرحه، وعمر فهم فرحتها انها فرحانه عشان هتتطلق منه. زعل عمر وكان هيخرج، لكن روجينا قالت: عمر انت رايح فين؟ خارج، هديكي فرصة توضبي شنطتك. بس انا مش هوضب شنطتي يا عمر. مش فاهم يعني؟ انا قاعدة معاك على طول يا حبيبي. حبيبي؟ ايوه طبعا، جوزي وحبيبي كمان. ياه يا روجينا، اخيرا اخيرا حبيتيني. وانت مين اللي ما يحبكش يا عمر؟ انا كنت غلطانة في تفكيري، اكتشفت ان انا اللي كنت معاقة وانت خلتني اخف بطيبتك وحسن معاملتك. انا هعيش معاك العمر كله يا عمر، وهكون عكازك وسندك، وانت هكون سندي يا عمر. يا حبيبتي يا روجينا، ربنا يخليكي ليا. بعد اسبوع بقولك يا روجي، ممكن تروحي تقعدي عند باباكي كام يوم كده لاني مسافر شغل ضروري. شغل ايه يا عمر؟ ما هو باباك اللي بيخلي باله من الشغل. لا يا حبيبتي، ده توكيل انا اللي كنت متفق معاهم عليه قبل الحادثه، وانا اللي مضيت العقود، ولازم اسافر عشان اكمل الاتفاق. خلاص خدني معاك يا عمر. مش هينفع، انت ما عندكيش باسبور والتاشيره هتاخد وقت، وانا معادي معاهم بكره ولازم اسافر، وبابا هيكون معايا ومحسن، ما تقلقيش عليا. خلاص يا عمر، بس ما تتاخرش عليا، انا ما بقتش اقدر اعيش من غيرك. اول ما اخلص شغلي هتلاقيني قدامك على طول. انا كمان يا حبيبتي ما اقدرش اعيش من غيرك. روجينا راحت تقعد عند باباها وعمر سافر. عدى شهر وروجينا وعمر بيتكلموا يوميا. عمر انت هترجع امتى؟ انت قلتلي اسبوع ودلوقتي عدى شهر، انت وحشتني قوي. خلاص يا حبيبتي هانت، كان في شوية مشاكل في الشغل وان شاء الله هتتحل. بعد يومين رن جرس الباب في بيت بابا روجينا. قامت روجينا فتحت الباب، لقت عمر واقف قدامها وفي ايده بوكيه ورد. عمر انت واقف على رجليك، ايه رأيك في المفاجأة دي يا حبيبتي؟ احلى مفاجأة يا عمر، حمد لله على سلامتك يا حبيبي. بجد حبيبك؟ طبعا حبيبي وجوزي وكل ما ليا. وعاشوا مع بعض في سعادة وخلفوا بنتين وولد، وكان احمد ومجدي مبسوطين جدا وبيلعبوا مع احفادهم. خلصت قصتنا يا حلوين، يا رب تكون عجبتكم واشوفكم في قصة جديدة. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتعليق حلو منكم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.